بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبيباتي واخواتي. النهارده حبيت اوريكم حاجه بسيطه كده من ادوات النظافه اللي موجوده عندي، اللي بستعملها في تنظيف الارض الخشب، او الباركيه، يعني زي ما بنقول عليه في مصر، بس هم هنا بيسموه هارد وود، يعني خشب صلب. آم، طبعا فكره ان انت تجيبي بقى ميه ونمسح بقى بالشرشوبه كده يعني وننضف قوي بزياده عن اللزوم، مش موجوده طبعا هنا، صعب جدا لان الخشب هيبوظ. في حاجه كمان عايزه اقولها لكم، والله قد تكون مفاجاه ليكم، يعني عايزاكم تعرفوا ان هنا الحمامات والمطابخ مفيش فيها بلعات. يعني حكايه بقى ان احنا نمسك الفرشه بقى وندعك وننضف النظافه الجميله بتاعت مصر دي، للاسف مش موجوده هنا، لان طبعا هتودي الميه فين؟ ولو ان انا ساعات والله لما بيفوت بيا قوي يعني بروح بقى مغرقه الدنيا، وبعد بفضل انشف بفوطه، ويعني بيبقى يوم هدى بصراحه. عايزه اوريكم المساحه دي بقى اخر حاجه توصلت لها، علشان انضف كويس، وعلشان في نفس الوقت ايه، ما يعني ما نجيبش ميه كتير. بصوا، ده اسمها، ده اسمها اهو، هي بتشتغل بالحجاره، ده المكان بتاع تركيب الحجاره ده. ماشي، بنشيله يعني ونحط الحجاره، بيتحط فيها الازازه دي كده. بصوا، الازازه بقى بتنزل نقطه نقطه لما بنتك على البريس ده. تمام، فهي بتشتغل بالحجاره. بس على فكره انا لقيت عند، يعني شفت عند واحده صاحبتي، الاجمل بقى ان هي زي بريس كده، بتقعدي تضغطي عليه، ما بتحتاجيش انك تستعملي ايه، انك تجيبي الحجاره دي يعني، فطبعا دي بتبقى اوفر واحسن. العيب فيها برضو، علشان ابقى وضحت العيوب، ان الازازه دي يعني ما ينفعش تشيليها وتمليها انت اي منظف من عندك، هي خلاص فضيت، لازم تجيبي واحده تانية اهي. ده النوع اللي انا بستعمله، وتركبيها وتستعملي. وده اللي انا بحطه فيها من تحت، اللي هي المناديل دي او الفوط دي. نطلع لكم واحده تشوفوها اهي. الجزء اللي فيه ازرق ده بيبقى هو اللي على الارض، وبنركبها في المساحه. هركبها وارجع لكم. ده بقى اللي انا ما بقدرش استغنى عنه في حياتي، باينسول ده زي الديتول كده في مصر، ريحة جميلة جدا جدا جدا، ده بريحة الليمون، وتعقيم ما بعده تعقيم. فانا يعني انا في الغالب ما بستعملش الازازة دي قوي، او ساعات بروح مستعملاها ومنضفة بيها، وبعدين اروح حاطة نقطتين من الباينسول ده ومسحة. انا خلاص ركبت بصوا، الفوطة مش بتتركب بطريقة يعني جامدة ولا حاجة. هي المفروض، بصوا، انا هحاول يعني ايه، انت مجرد ما انت بتحطيها كده خلاص، هي المفروض انها لزقت خلاص. مره في مره بقى وانت بتستعملي بتمسحي بتنضف. تعالوا هوريكم بنستعملها ازاي. بصوا، بتطلع كده، ونبدا ننضف الخشب بتاعنا. المفروض طبعا احنا بنبقى كنسينه خلاص ونضيف، بس احنا ايه، باللمه كده. انا يعني حبيت ابين لكم الفكره، او مثلا روتيني انا بستعمل ايه في التنظيف، عشان انتوا عارفين، انا عارفه ان البيت مبهم بالنسبه لكم، مش بجيب لكم فيديوهات تنظيف ولا حاجه كتير. فايه، حبيت اوريكم. هي ريحتها والله جميله، ما هياش وحشه، بس مش ريحه النظافه كده اللي انا عارفاها يعني. فبروح بقى جايه، آه، بعد ما اخلص فاتحه ازازتي كده، ومفيش يعني نقطتين عشان بس الريحه. مجرد بس ما بفتح الازازه الريحه خطيره، وتنضفي تاني. عايزه اقول لكم ان الفوطه او المنديل، اللي هو الفوطه اللي انا لسه حطاها دي
في المساحة. يعني لما بتشوفي اصلا لونها طلع ازاي بتعرفي يعني قد ايه كانت الحاجة دي متطربة، الارض متطربة ونضفت. استنوا نشوف كده. بصوا بصوا لمت ايه، بصوا كل ده كان في الارض. خلاص كده نضفت وبقت زي الفل. ودي طريقتي اللي انا اسفه، بسم الله، دي طريقتي اللي انا بستعملها على طول في تنظيف الباركيه او الخشب. اتمنى الفيديو يكون بسيط على قلوبكم وسهل. ايه بسيط وسهل دي؟ مش عارفه، حاسه كاني بشرح درس. معلش المهنه بتحكم ساعات. وما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لو انتم مش مشتركين. اتمنى تشيروا الفيديوهات وتعملوا لايك علشان القناه تكبر بيكم. واللي عندها اي سؤال او عايزه تعرف اي معلومه او اي شيء ما تترددش انها تبعتولي. بحبكم جدا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.